ايوه امشي معاه امشي معاه امشي معاه لغايه ما انا ابقى عنده. الحمد لله كويس. تقول عليه مدير مجرى، تقول عليه بيوقف العربيات، توقف بيركب. انت بتوقف العربيات ولا المراكب؟ لا يا باشا، احنا هنا عندنا بطوله الجمهوريه، فلازم يبقى عندنا نظام عشان نزول اللعيبه ما يبقاش فيه اصابات ليهم. كابتن عصام الباجوري مدير مجرى ومسؤول عن القوارب في الاتحاد المصري للتجديف واللاعب القديم، يعني عايز اقول دينامو البطوله دي. انا داخل النهارده على فكره من الباب قفلوا عليا السكه، منعوني من الدخول وانا عضو مجلس اداره منطقه. ليه؟ اصل لازم اجيب تصريح. الكلام ده انا ما كنتش اعرفه لان ما كنتش موجود وهم بينظموا. كابتن عصام هو اللي عامل الكلام ده النهارده، تنظيم رائع من المدخل لغايه هنا. عصام، احنا عاملين البطوله دي بطوله الجمهوريه، واحنا بنعمل حاجه عشان لما نيجي نستقبل البطولات الافريقيه والبطولات العربيه تاني يبقى عاملين بطوله صح. احنا عندنا البطوله النهارده يعني متكونه معايا من 23 نادي، ودي بطوله تقيله فيها حوالي 13,000 لاعب، وربنا يسهل ويبقى النهارده البطوله تعجب الناس كلها. سؤال وتعبني قوي الاجابه بتاعته. طلعوا علينا في الحافز الرياضي وقال لك بيزوروا اسامي اللعيبه اللي بياخدوا الشهادات، ترد عليهم وتقول ايه؟ لا بتوع الحافز الرياضي جم وتفتشوا في الاتحاد على الحافز الرياضي ولقوا الحمد لله ان احنا الاتحاد الوحيد اللي ماشي مظبوط في الاتحاد الرياضي. النهارده اظن منافسات الطلبه هيقتلوا بعض. البطوله دي تقيله فعلا، تقيله وربنا يستر فيها، لان باينه في التصفيات اللعيبه مش سايبه بعضيها. وانت النهارده عريس الليله. ربنا يديك صحه يا دكتور علاء، ربنا يديك صحه يا فندم. شكرا يا كابتن. العفو يا فندم، العفو يا فندم.